اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم ذا ناتشورال اكواريوم. حلقه النهارده ما فيهاش شرح تفاصيل علميه كتير. حلقه النهارده حلقه عمليه هنشرح فيها ازاي نقدر نتعامل مع الحوض الطبيعي المزروع لما يوصل للمرحله اللي احنا شايفينها دلوقتي قدامكم. لما بتوصل النباتات لكثافه معينه بتبدا فيها ان هي تضلل على اجزاء من الحوض او تضلل على انواع نباتات تانية. تبدا من خلال التضليل دوت يكون النباتات ضعيفه في نمواتها، وممكن انواع معينه ابقى انا عايزها تنمو تبدا تضعف وتبدا تتاثر بقله الاضاءه، وتحديدا في المناطق السفليه من الحوض او قاع الحوض. وده بنشوفه في بعض النباتات اللي لما بيبدا التضليل يزيد نتيجه نمو النباتات بكثافه عاليه زي ما احنا شايفين كده، بتبدا بعض النباتات في اجزائها السفليه تفقد اوراقها وتبدا ما يبقاش فيه اوراق في الجزء السفلي من النبته، ويبقى النبته جزءها العلوي فقط هو اللي فيه الاوراق بتاعتها. وده شكل احنا ما بنحبش دايما ان احنا نشوفه، بالاضافه طبعا لطحالب الشعر اللي دايما بتكون موجوده عندي تقريبا في الحوض الطبيعي وبتبدا تتكاثر. وانا اتعمدت هنا في الحوض اللي قدامنا ان انا اسيبه يوصل للمرحله دي علشان نتعلم مع بعض ازاي نتعامل معاه لما يوصل للمراحل دي عشان نقدر نحافظ عليه. يلا بينا من غير كلام كتير. عندنا مثلا طحالب اهي زي طحالب الشعر دي. يعني انا اللي بحبه في الطحالب دي ان بيبقى سهل جدا ازالتها بالشكل ده، لان هي تقريبا مرتبطه ببعضها ومترابطه ببعض. مجرد ان انا بمسك جزء منها كده وابدا المه بتبدا تتلم معايا بشكل بسيط جدا، بحيث ان انا بدي فرصه للنباتات انها ترجع تشوف الاضاءه بشكل طبيعي تاني، والمناطق اللي هي كتمتها تبدأ تفتح وترجع تشوف الإضاءة تاني بشكل طبيعي. طبعا أنا هنا متعمد إن أنا أسيبها فترة طويلة علشان تظهر، عشان نعرف نعمل الفيديو ده ونفرجكم على إيه اللي بنعمله بعد ما يحصل في الحوض الكلام ده. لكن أنت لو هتبدأ تنسق الحوض بتاعك وتبقى دايما ملتزم بمواعيد معينة أو حسب رؤيتك للحوض وحالته إن أنت تبدأ تنضفه من الطحالب دي، مش هتوصل للمراحل دي طبعا. ولكن حتى لو وصلت معاك للمراحل دي الموضوع بيبقى بسيط وسهل جدا ان انا اعرف ازيلها بايديا بالشكل ده. بشوف اماكنها اللي دايما بتكون موجودة فيها بشكل كبير وابدأ اشيلها كده بالطريقة البسيطة جدا دي. تقريبا شلنا اغلب الطحالب اللي ظاهرة معانا، حتى لو باقي اجزاء منها هتبدأ تظهر واحنا بنكمل شغل في بقية الحوض. طيب بالنسبة بقى للنباتات، النباتات طبعا بتطول كل ما تبقى اقدم في الحوض، وكل ما الحوض بيستقر وتبدأ النباتات في النمو والازدهار تبدأ تطول طبعا، وده النمو الطبيعي بتاعها، وبتبدأ تتكاثر. وفي منها انواع بتتكاثر بطريق الرانرز وتبدأ تخرج رانرات تانية ممكن اكون انا مش حابب تواجدها في الاماكن دي، وساعتها ببدأ برضو بكل بساطة ان انا اقصها واشيلها لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزه. واللي اهم من الشكل هنا بالنسبة لي ان النباتات ما تبقاش ضللت على بعض او ضللت على المناطق السفلية من الحوض، علشان الاضاءة توصل لكل اجزاء الحوض ولكل النباتات، علشان كل نبتة في الحوض تاخد فرصتها في التمثيل الضوئي وفي النمو. هنبتدي مع بعض مع اول نبتة هنا، نبتة الفالسيناريا دي. طبعا في اوراق منها نمت بشكل طويل بحيث ان هي طلعت على سطح المية، وممكن تسبب معايا في ان هي تضلل على الحوض زي ما بنقول. باجي اجيبها كده من بداية نموها، ببدأ اشيل الاوراق الطويلة منها اللي بدأت تظهر وتوصل لسطح المية علشان ما تتوغلش اكتر من كده. زي دي اهي ورقة برضو زي دي من نفس نوع النبتة الفالسيناريا اهي، ببدأ امشي وراها لحد ما اجيب مصدرها الاساسي، ومن تحت خالص من عند بداية نموها ببدأ اوصل لها بالشكل ده. هاجي اجيبها من الناحية دي كده، ببدأ انزل بايدي كده لحد ما اوصل لبدايتها وابدأ اقصها
كل دول. طبعا دي نوع الفالسناريا، في انواع تانية طبعا مختلفة، كل نوع بيبقى ليه طريقة في التعامل معاه. ورقة زي دي اهي برضو طالعة في نص الحوض كده بشكل انا مش عايزه، وهتضل برضو على انواع تانية من النباتات. ببدأ اقصها كده بالمنظر ده اهي، وابدأ اشيلها من الحوض بتاعي. نبتة زي السيسفلورا دي طلعت من هنا رانرز، انا ما كنتش عايزها تبقى هنا، ومضللة على اللي تحتيها هنا زي السانسيت دي كده، ومضللة برضو على نوع النبتة دي. وانا مش عاجبني شكلها في المكان ده، فببدأ اجيبها من تحت برضو كده واقصها وتطلع معايا. ممكن اعيد زراعتها في اي مكان تاني في الحوض لو حابب، او في حوض تاني عندي لو عندي حوض تاني، ولو مش محتاجها هضطر ان انا اتخلص منها وارميها. هنا في كثافة نباتات برضو، الهيجروفيليا دي مع البكوبة دي برضو الكثافة عالية، فانا ممكن اجيبها كده من تحت من هنا واروح قاصص النبتة كده واطلع دي، واقص دي برضو من نفس الطول بتاعها. طبعا كل واحد بيرجع برضو للشكل النهائي اللي هو بيبقى عايز يوصل له. يعني لو بصينا على نبتة زي دي، معرفش هتبقى واضحة ولا لا، هي من تحت بدأت تبقى فاضية وما فيهاش اوراق من تحت، نتيجة التضليل والتضليم اللي حصل لها، وان الاضاءة ما بقتش توصل للنبتة كلها. فبنلاقي النبتة من تحت من هنا كده مفيش اوراق، والاوراق بقت من فوق بس، بقت كأنها شجرة. طبعا عشان تحل مشكلة زي دي هنقص النبتة نفسها كده، ولو حابب ان انا ازرعها في نفس مكانها بروح جايب الجفت بتاعي وماسك النبتة اهي، كانت فاضية من تحت اهي زي ما انت شايف، وبرجع انزلها، امسكها كويس بالجفت وبرجع انزلها وازرعها تاني عشان تبدأ تكمل في نمواتها. والمفروض ان بعد اللي هعمله هتبدأ الاضاءة توصل لها بشكل كويس، وده في حد ذاته هيديها فرصة ان هي تعيد بناء نفسها تاني من الاول. نفس الكلام حصل اهو في نبتة زي دي، بس انا شايف ان مكانهم كده كويس مفيهوش مشكلة، مش مسبب لي مشكلة. عندي هنا مجموعة كبيرة من السيسفلورا نمت وطلعت، ولكن لو هنلاحظ ان هي هتبقى مغطية على الرتالة دي اللي انا عايز الاضاءة توصل لها بشكل كويس عشان لونها يبدأ يظهر بشكل اكبر. فانا هشيل كل المجموعة دي من السيسفلورا، مش محتاجها في المكان ده، فهجيب اصلها كده من تحت من بدايتها خالص من غير ما اعمل اي ازعاج لطبقات التربة او الرمل بتاعي، وابدأ اقصها واطلعها كده واطلعها بره الحوض اهي. جت معاها واحدة من الهيجروفيليا بولوسيبرما دي، هرجع ازرعها تاني في الحوض. هاخدها كده برضو بالجفت بتاعي وابدأ انزل بيها جنب اخواتها هنا وابدأ ازرعها، عشان انا عاجبني الشكل ده بالطريقة دي. وبكده هكون انا كشفت المنطقة دي للإضاءة اللي فيها نموات جديدة من نبتة الرتالة دي، اللي حابب انها تشوف الإضاءة بشكل كويس عشان تطلع بألوانها اللي انا حاببها. دي سيسفلورا برضو كانت طالعة كده من النص ملهاش لازمة، برضو بشيلها وانزلها كده. قابلت شوية طحالب شعر زي دول، برجع برضو بشيلهم بكل هدوء كده. برضو السيسفلورا دي برضو ده مش مكانها بالنسبة لي ومش عايزها تبقى هنا، هاجي هروح جايب اصلها من تحت كده وشايلها. ودي كمان هروح شايل. اظن الرتالة بدأت تظهر علشان تشوف الإضاءة بشكل افضل، عشان الوانها تظهر بشكل افضل. هاجي هنا على الهيجروفيليا سياميز دي، طولت طبعا، هي تعتبر في خلفية الحوض، لو زاوية الرؤية زي زاوية رؤية الكاميرا كده فهي تعتبر في الخلفية، ولكن خلاص قربت تطلع على سطح المية، وبرضو بدأت تسبب تظليل قوي لباقي الحوض والقاعه تحديدا. فباجي مثلا من ارتفاع مناسب كده اهو وابدأ اقصها
واللي جنبها اهي برضو من نفس الطول تقريبا اللي انا بقصها. يا بنعيد زراعتهم في الحوض يا بنزرعهم في حوض تاني حسب ما بتحب. اهي نفس الطول تقريبا، وباجي واروح قص. دي برضو طالعة كده في نص الحوض، طولها برضو ما بقاش مناسب، هاجي اجيبها برضو من المستوى المطلوب اللي انا عايزه واروح شايلها. البكوبة هنا اهوت طولها انا شايف ان هو مناسب، لان انا بحب اشوف النبتة وبحب اشوف شكلها ونمواتها، فمش هقصها لان لو قصيتها هتكون قصيرة قوي ومش هبقى شايفها. انا بس بحاول اجيب اي طحالب شعر موجودة هنا كده عشان ما تحجبش الاضاءة عن النباتات وتدي فرصة للاضاءة ان هي توصل كويس. اهي بشيلها من الحوض بتاعي. وانا بشيل الطحالب في نبتة بكوبة هنا كده فكت مني من مكانها، وفيها برضو شوية طحالب كده بنضفها، بحاول ارجعها تاني مكانها. شايفين طبعا برضو من تحت ما فيهاش ورق، الورق فاضي، النبتة ساقها من تحت فاضي، وده بسبب ان الاضاءة ما بتوصلهاش، لان الجزء ده في جزء ضلمة ما فيهوش اضاءة. لكن طبعا برضو شايفين الجذور، والنبتة طلعت جذورها وهي بتتعامل علشان توصل للمغذيات بتاعتها علشان تقدر تكمل في نمواتها. هاخدها كده وابدا اخش جنب اخواتها كده برضو وانزلها وازرعها وهي بتكمل بقية شغلها. عندي نبتة هنا برضو دي اللي هي جروفيليا برضو سياميز، دي برضو طويلة، ابدا اقصها واخدها كده على جنب. اهي نبتة زي دي مثلا برضو انا شايفها كده طالعة في مكان مش مناسب ليها، اقصها كده واطلعها. عندي حاجة زي كده هقصها من هنا كده واطلع الاطوال الزيادة قوي اللي بدأت توصل لسطح المية دي. نبتة زي دي برضو اهي بقيت ساق النبتة مفيهوش اوراق، وده برضو بسبب التضليل اللي كان حاصر. ببدأ اشيلها كده. متهيألي كده نبقى وصلنا لشكل مناسب احنا عايزين نوصله. خففنا من اطوال النباتات الزيادة عن اللزوم اللي كانت حاجبة الاضاءة على بعض النباتات التانية، قصرنا النباتات اللي كانت واصلة لسطح المية علشان نبدأ من الاول تاني نشوف اطوال جديدة ونموات جديدة للنباتات بتاعتنا. نبتة زي نبتة الروتالا دي طولت طبعا اهي برضو واصلة تقريبا لسطح المية. هبدأ اخد الاعواد الطويلة قوي دي زي العود ده كده هقصه من هنا، وده هقصه برضو من هنا، وبرضو كل واحد في الاخر بيرجع للشكل اللي هو حابب انه يشوفه في الحوض بتاعه. ورقة زي الورقة دي كده طالعة من مكان برضو غريب شوية، ببدأ أقصها من قبل ما توصل وتترعرع في الحوض بتاعي. نبتة زي دي كده برضو مش عجباني في أول الحوض كده، هجيبها من تحت من هنا كده واقصها وابدا اشوف نمواتها الجديده هتبقى عامله ازاي. تعليم النباتات بيحفز دايما النباتات على النمو، انها تبدا تطلع نموات جديده بشكل صحي افضل بكتير من ان انا اسيب النبته من غير تقليم وتبدا تضلل على الاجزاء السفليه منها وتبدا النبته تتضرر. فبقدر الامكان نحاول دايما نقلم النباتات بتاعتنا بالشكل ده. ورقة زي دي عادي جدا ان انا اروح قصصها كده. ورقة زي دي مدية ظهرها للحوض اصلا
هقصها كده، دي برضو هقصها كده. وعندي هنا رانر اهو، بداية رانر لنبتة فالسيناريا، مش حابب ده مكانها خالص. هبدأ اجيبها كده من قبل ما تبدأ تنمو، وابدأ اشيلها خالص ونشوف هتطلع نموات تانية ولا لا، ونبدأ نتابعها. براعي دايما برضو حتى وانا بقلم النباتات والحوض بتاعي ان انا برضو افضل سايب مساحة ان هي تكون مخابئ للاسماك. السمك بطبيعته بيحب الحوض، تحديدا الحوض الطبيعي، يبقى فيه مخابئ متاحة ليه ان هو يقدر يستخبى فيها وقت ما يحب، وقت المنافسة على الاكل او غيرها بيحتاج يلاقي اماكن يستخبى فيها. فبرضه مش بخلي الحوض يعني يوصل لمرحلة انه يبقى مفتوح خالص او اقرع خالص. في الاخر هي وجهات نظر برضه. هي النبتة دي برضه مش عايزها انا هنا اهو كده، هروح شايلها واسيب نمواتها الجديدة دي نبدأ نشوف هتعمل ايه معانا. نبتة زي دي هيجروفيليا برضه جاينت تقريبا، هقصها كده من هنا واسيب نمواتها الجديدة تبدأ هي اللي تطلع. هاخد دي كده وهزرعها هنا كده، ونبدأ نشوف ايه اللي هيحصل. ننضف كده من طحالب الشعر وادي للنباتات فرصة كده ان هي تبدأ تشوف الإضاءة وتستمتع. فاضية برضو من تحت اهي، ممكن اروح مقصر كده الصاج ده كده وارجع ازرعها تاني لو حاجة. وده كده الشكل النهائي اللي وصلنا له بعد ما خلصنا تقليم النباتات والصيانة الخفيفة جدا الدورية اللي احنا دايما بنعملها لأي حوض طبيعي أو أي حوض مزروع عامة أيا كانت طريقة تأسيسه. وده اللي بيحافظ على صحة النباتات وبيخليها دايما في صحة جيدة ونمواتها جيدة، لأن الإضاءة في اللحظة دي بتقدر توصل لكل النباتات من أول قاع الحوض تحت لحد سطح النباتات. ودايما براعي ان انا لازم اقوم بالعمليه ديت على فترات وما اديش فرصه للنباتات ان هي توصل لمرحله من النموات ان هي تضلل على غيرها او على قاع الحوض زي ما شرحنا، علشان ده هيأذي النباتات جدا وهيخليها بعد كده تتأثر في النموات بتاعتها وفي صحتها، ومش هيكون في صالح الحوض بتاعنا. هسيبكم شويه مع الحوض تتفرجوا عليه. شكرا ليكم واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير.